نقاط ضعف موجوده في فرقه القناه دي. واحد قلبين الدفاع قليلين جدا، لو اشتغل عليهم ماشي. اثنين الكرات العاليه قليلين جدا كمان فيها. الحارس اخباره ايه؟ الحارس انا في رايي كويس. حارس كويس. اديك معلومه بسيطه، ما يخوفوش شويه. لا كويس جدا. ممتاز. اديك بس معلومه بسيطه، الزمالك طبعا عنده في الملعب كويسين. بس المشكله في الزمالك كمان في انهاء الهجمه، ان انت حتى طرفين الملعب لو عملوا كرات عاليه معموله لمين؟ لاحمد علي او احمد جعفر فقط، غير ما بين 4-5 لعيبه. عشان كده دي نظره التهديف في نادي الزمالك في الكرات العاليه. انا في رايي الطرفين غير مستغلين بشكل كويس في الكرات العاليه في الزمالك. في معلومه، افضل ثنائي موجود في الدوري المصري في الوقت الحالي محمد سالم ومحمد فاروق في المقاولين العرب. 4 هدف و3 اسيست الاثنين مع بعض. حلو. ارجع بقى لموضوع التهديف اللي بتتكلم عليه. المجموعه الاولى 69 هدف، المجموعه الثانيه 67 هدف. معدل ضعيف جدا. ضعيف جدا. لا هو زي ما ايمن يونس كنا بنطرقع في صوابعنا يعني. كويس قوي. لا دي كلمه انا رئيس. طيب ماشي. لا انت لينت من زمان. نعم. لا هو قوه دفاعيه ولا هو حتى نواحي هجوميه. بنتكلم كمان على النظره الهجوميه، نظرا ان احنا عندنا 48 لاعب اجنبي موجودين في مصر، معظمهم بيلعبوا في الحته الاماميه، واعتقد ان هم غير مهيئين وغير مؤهلين ان يلعبوا في انديه مصريه في رايي. معظم مش كلهم. نعم. طيب كابتن ايمن، واحنا بنتفرج على الاهداف اللي دخلت في الزمالك، معظم الاهداف اللي دخلت في الزمالك. بس احنا انت كنت بتسال